السي محمد أمنون، رئيس مهرجان أمس الدار ورئيس هذا اللقاء. تحدث لنا عن هذا النجاح الباهر اللي شفناه الحمد لله في هذا اللقاء هكا. من بعد كانوا عندكم مشاكل في الأول بما يخص المجتمع المدني هنا في إفران، والآن الحمد لله أصبح عندكم جمهور يصفق لك كثيرا ويفرح بنجاحك هذا. تحدث لنا على هذا. ربما لحظة ديال الفرح تنسينا لحظة كيفما كان نوعها وكيفما كان شأنها. ربما المساندين اليوم، ساكنة إفران المساندة تنسينا من كان في لحظة من اللحظات ربما سائرا عكس التيار سمحه الله. وبالتالي اليوم سأتحدث كما هو جري العادة في هذه المحطة التاريخية التي أسميها تاريخية، لأن جمعية إفران الأطلس الصغير شجلت مرة أخرى اسمها وسجلت تاريخ إفران بمداد من ذهب، لأن كما يقال في التاريخ يسجله الناس ويكتب للأجيال القادمة. اليوم سجلنا مرة أخرى كما سجلنا في محطة مهرجان أمس الدار. ها هي اليوم نسجل مرحلة أخرى، ألا وهي استضافة مجموعة من الفنانين لأول مرة يزورون هنا إفران. حسن عليوي الفنان الأمازيغي، أحمد أزناق الفنان الأمازيغي، الزاهية الفنانة الأمازيغية، أختها السعدية الزاهية الفنانة الأمازيغية، عبد الكبير رقاقنا الفنان المسرحي المغربي. ثم كذلك هناك وفد وزاري هام الذي حضر لأول مرة لإفران. وهناك مبعوثة للسيد وزير الصحة، مستشارة وزير الصحة. وهناك مبعوث للسيد وزير الثقافة، مستشار السيد وزير الثقافة. ثم هناك مندوب الإقليمي للشبيبة والرياضة الذي حضر معنا كذلك. ثم هناك كذلك العديد من الفعاليات اليوم الحاضرة معنا. ولكن دائما كما أقول هناك طرف ثالث يرجع له الفضل، ودائما نقولها، وهي ساكنة إفران. لم نكن لنعمل بإفران لولا دعم ساكنة إفران. ولكن نعم نعرف أن هناك من هنا وهناك جيوب المقاومة، ونحن نعرف ذلك. ونحن نعلم في ثقافتنا الجمعوي والثقافة المدنية أن في أي مكان كما يقال لا يمكن أينما وجدت شخص بدون أعداء فاعلم أنه لا يعمل أو أعلم أنه فاشل. الفشل رهين بكثرة الانتقاد. لا يهمنا الانتقاد، بل نحن نخطط ونسعى لنعمل من أجل إفران هذه القلادة التي نحملها في جمعية إفران الأطلس الصغير فوق أكتافنا وعلى أعناقنا. بل هذا هو مبدأنا، العمل ثم العمل لينتقد ما ينتقد. نقول لكل من انتقدنا ومن يطلق الآن الإشاعات ثم الإشاعات سامحكم الله، والدليل أمامكم مساندة أهل إفران. هذا هو وسامنا. شكرا الدكتور ابن إفران المخلص. شكرا.